ازيكم؟ في الفيديو ده هقول لكم ازاي زرعت ملوخية فوق السطح. استخدمت برنامج 3D هوم عشان اعمل التصميم، واللي اتكون من حوالي 15 لوح خشب، وابتديت انفذ التصميم. جمعت الواح الخشب عن طريق الخشب والمسامير بالشكل ده، وطبعا مش هينفع ازرع الخشب على طول، لازم كنت اعزله بمشمع، وطبعا رعيت الميول عشان المية ما تتجمعش في مكان واحد. كده جهزت التربة اللي بتتكون من 2 كوكوبيت، لواحد برلايت لواحد رمل. اشتريت بذور الملوخية، ابتديت ان انا اخلطها مع جزء من التربة، وابتديت ان انا اقلبهم كويس وابدرهم على سطح التربة. بعد كده غمرتها وكمرتها لمدة 3 ايام، وده كان شكلها لما نبت. الري كان عند جفاف التربة، واستخدمت منقوع سبلة الحمام في الري، كنت بعتمد عليه بشكل أساسي في التغذية. الفرق بين اللقطة والتانية كان أسبوع من بعد الإنبات. تقدروا تخمنوا أنا كده حصدت بعد كام يوم. كل ما نحصدها كل ما الفروع الجانبية بتزيد وبتزود من الإنتاج. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وشير وتتمنى لي من قلبك الخير. كان معاكم محمد رمضان، سلام.